إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة صاحبها في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وها نحن أيها السادة الأعزاء في هذه الليالي المباركات سنتناول فيها الجزء الأخير حول خبر سيدنا هود عليه السلام. وها نحن إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة نتكلم فيها عن اكتشاف إرم ذات العماد. ففي سنة 1975 للميلاد تم اكتشاف آثار لمدينة قديمة في شمال غربي سوريا باسم مدينة إبلة. تم تحديد عمرها أيها الإخوة ب2500 سنة قبل الميلاد، أي قبل 4500 سنة. ووجدت ألواح صلصالية حوالي 15,000 لوح تحمل كتابات إحدى اللغات القديمة، والتي تمت معرفة مفاتيحها وتمت قراءة الألواح كما جاء في إحدى المقالات التي كتبها العالم هوارد لافاي، والمنشور في المجلة الجغرافية الأهلية في عددها الصادر شهر ديسمبر سنة 1978 للميلاد، تحت عنوان روعة الإمبراطورية الغير معروفة. وأشار هذا الكاتب أيها الإخوة إلى أن من الأسماء التي وجدت على ألواح مدينة إبلة الاسم إرم، وأضاف أنه اسم لمدينة غير معروفة جاء ذكره في السورة رقم 89 من القرآن الكريم. وبعد عام واحد، أي في سنة 1979، نشر 2 من الأثريين الأمريكيين هما حايم بيرمانت وميخائيل فيتزمان كتابا عن هذا الكشف، ذكر فيه أن الأسماء الثلاثة شاموت أو ثمود وعاد وإرم، والتي ذكرت في السورة رقم 89 من القرآن الكريم، وجدت على ألواح إبلة
والكتاب عنوانه كما يلي: إبلا فتح في مجال علم الآثار القديمة. وثمود أيها الإخوة هو اسم لقبيلة مندثرة ذكرها سارجون الثاني في القرن الثامن قبل الميلاد، واسم إرم اختلف فيه بعض المؤرخين، فاعتبروه اسما لإحدى القبائل المندثرة، ومنهم من اعتبره اسما لمدينتهم. أما عن الاسم الثالث عاد فقد اعتبروه اسما أسطوريا، وربما كان ذلك من قبيل تزييف التاريخ الذي برع فيه اليهود منذ القدم. وفي تاريخ الجزيرة العربية سبقت جيوش من مزيفي التاريخ، وكان على رأسهم بيرترام توماس، الذي قام هذا الأخير في الثلاثينيات من القرن العشرين بنشر كلام مشابه لما ذكره كل من هذين العالمين اليهوديين، حييم بيرمانت وميخائيل فيتزمان. وفي شهر جوان سنة 1991 بدأت عمليات الكشف عن الآثار عن المنطقة التي حددتها الصور المأخوذة بالأقمار الصناعية. واسم هذه المنطقة أيها الإخوة بشيسار، وكان هذا على يد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ومعهد الدفع النفاث بكاليفورنيا. واستمر البحث حتى سنة 1998 ميلادي، حين أعلن فريق البحث عن اكتشاف قلعة ب8 أضلاع سميكة الجدران في زواياها، مقامة على أعمدة ضخمة، يصل ارتفاع الواحد منها إلى 9 أمتار، ويصل قطره إلى 3 أمتار. وقول الله تبارك وتعالى: إرم ذات العماد، كما جاء في سورة الفجر في الآية 7 إلى الآية 8. وفي سنة 1984 أيها الإخوة زودت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أحد مكوكات الفضاء بجهاز رادار له القدرة على اختراق التربة الجافة إلى عمق عدة أمتار، يعرف باسم جهاز رادار اختراق سطح الأرض، ويصطلح عليه بهذا المصطلح GPR. وكشف هذا الجهاز أيها الإخوة عن العديد من المجاري المائية الجافة والمدفونة تحت رمال الحزام الصحراوي، والممتد من دولة موريتانيا غربا إلى أواسط آسيا شرقا. بعد هذا الكشف تقدم أحد هواة دراسة الآثار الأمريكان وهو نيكولاس كلاب إلى مؤسسة بحوث الفضاء الأمريكية ناسا يطلب الصور التي أخذت بتلك الواسطة
لجنوب الجزيرة العربية. واستجابت الهيئة لطلبه ومنحته الصور المطلوبة، وعند دراستها اتضح له وجود آثار مدقات طرق قديمة يعتقد بأنها كانت تؤدي إلى مدن مدفونة تحت الرمال السافية، والتي تملأ حوض الربع الخالي. وقد شجع على هذا الاستنتاج وجود عدد من الأودية والأنهار القديمة، وكذا البحيرات الجافة. وقد اختار الدارسون في معرفة حقيقة تلك الآثار فلجأوا إلى الكتابات القديمة الموجودة في إحدى المكتبات المتخصصة في ولاية كاليفورنيا، وتعرف باسم مكتبة هنتينغتون. كما لجأوا إلى عدد من المتخصصين في تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم. وكان في مقدمة هؤلاء العلماء الأمريكان جوريس زارينز، والعالم البريطاني رانولف فينيس. وأجمع هذين العالمين على أن آثار منطقة الشيصار هي آثار عاصمة قوم عاد، الذي جاء ذكرهم في كتاب الله العزيز الحكيم، والذي ذكر اسم مدينتهم إرم في سورة الفجر، وهي السورة رقم 89. وقدر أيها الإخوة عمر مدينة إرم بالفترة من 3000 قبل الميلاد، إلى أن نزل بها عقاب الله تعالى فطمرتها عاصفة رملية غير عادية بقدرته سبحانه وتعالى. كما قام أيها الإخوة معمل الدفع النفاث لمعهد كاليفورنيا للتقنية بولاية كاليفورنيا الأمريكية بإعداد تقرير مطول يضم نتائج الدراسة، ودعا رجال الأعمال وكذا الحكومات العربية إلى التبرع للكشف عن تلك الآثار، والتي تملأ فراغا في تاريخ البشرية. كما أنه قد سبق لاثنين من العلماء القدامى زيارة أرض قوم عاد في أواخر عهدها، وكتب أيها الإخوة هذان العالمان أن المنطقة كانت ولا تزال عامرة بحضارة جاهزة، والأنهار فيها متدفقة بالماء، والبحيرات الزاخرة بالحياة، والأرض مكسوة بالخضرة. وقوم عاد أيها الإخوة مستكبرون في الأرض، ويشكلون الحضارة السائدة فيها، وذلك قبل أن يهلكهم الله تعالى بفترة قصيرة. وكان أحد هذين العالمين هما بليني الكبير، وهو أحد كبار علماء الحضارة الرومانية، والذي عاش في الفترة من 23 ميلادي إلى 79 ميلادي. والآخر كان هو الفلكي والجغرافي المصري الكبير بطليموس الإسكندري. وكان هذا الأخير أيها الإخوة أمينا لمكتبة الإسكندرية،
والذي عاش في الفترة ما بين 100 إلى 170 ميلادي تقريبا. وقام هذا الأخير برسم خريطة لمنطقة الأحقاف التي ورد ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلت: وقام برسم خريطة لهذه المنطقة التي هي منطقة الأحقاف بأنهارها المتدفقة وكذا طرقاتها المتشعبة، والتي تلتقي حول مساحة واسعة من الأرض سماها باسم سوق عمان. وقال بليني المؤرخ الروماني الشهير أن حضارة قوم عاد الأولى لم يكن ليدانيها في زمانها حضارة أخرى على وجه الأرض، وذلك في ثرائها وكذا وفرة خيراتها وقوتها. وعاشت هذه القبيلة أيها الإخوة على مفترق طرق التجارة بين كل من دولة الصين والهند من جهة بلاد الشام، وأوروبا من جهة أخرى. والصور التي أخذها أيها الإخوة المكوك الفضائي لوكالة الدفع النفاث جاءت مطابقة تماما لخريطة بطليموس الإسكندري، ومؤكدة لما كان قد كتبه من قبل، ولما كان قد كتبه أيضا بليني المؤرخ الشهير. وثمود كما لا يخفى على إخواني هو اسم قبيلة مندثرة ذكرها قديما سارجون الثاني في القرن الثامن قبل الميلاد، بينما اسم إرم التي وردت في سورة الفجر فقد اختلف فيها، فهناك من اعتبرها اسما لإحدى القبائل، ومنهم من العلماء من اعتبرها اسما لمكان. أما قبيلة عاد فقد اعتبرها البعض أنها اسما أسطوريا، وهذا أيها الإخوة تزييف تاريخي برع فيه اليهود منذ القدم. وفي شهر جوان سنة 1990 ميلادي تشكل أيها الإخوة فريق من البحاث أو الباحثين في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وكان هذا برئاسة تشارليس إيلاتشي، ومن معهد الدفع النفاث برئاسة رونالد بلوم، وذلك للبحث عن مدينة إرم ذات العماد تحت رعاية وتشجيع عدد من العلماء البارزين كأرماند هامار ورونولف فينيس وجورج هايتشس. وفي 17 من شهر فيفري سنة 1992 ميلادي نشر الخبر في مجلة التايم الأمريكية مقال بعنوان القلعة الرملية المفقودة في جزيرة العرب بقلم الكاتب ريتشارد أوستلانج. ذكر فيه الكشف عن مدينة إرم، وبتاريخ 10 أبريل
سنة 1992 ميلادي، كتب مقال بعنوان اكتشاف مدينة إرم ذات العماد، نشر بجريدة الأهرام القاهرية للدكتور زغلول النجار. وفي سنة 1993 ميلادي نشر الصحفي والكاتب بيل هاريس كتابه تحت عنوان حضارات مفقودة. وبتاريخ 23 من شهر أفريل سنة 1998 للميلاد نشر العالم الأثري الشهير نيكولاس كلاب كتابه بعنوان الطريق إلى أوبار أو الطريق إلى مدينة إرم، وهو اسم بديل لمدينة إرم كما ذكرنا آنفا. كما قام أيها الإخوة اليهود بمحاولات مستميتة لتزييف تاريخ تلك المنطقة، منطقة إرم ذات العماد أو منطقة عاد، ومن ذلك محاولة لتغيير اسم إرم إلى اسم أوبار، ولكن كل ما جاء أيها الإخوة في القرآن الكريم من ذكر لقوم عاد وكذا لمدينتهم إرم ولما أصابها وأصابهم من دمار بعاصفة رملية غير عادية، يبقى هذا صورة من صور الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله سبحانه، تشهد لهذا الكتاب العزيز بصفائه الرباني وإشراقاته النورانية، وأن هذا الكتاب أيها الإخوة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وإلى هنا أيها السادة الأعزاء نتوقف عند هذا الحد، وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم، وإلى حلقة أخرى من هذه الليالي المباركات من هذا الشهر العظيم شهر رمضان، سنواصل فيه حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى مع نبي آخر، ألا وهو نبي الله صالح عليه السلام، الذي أرسله الله تبارك وتعالى لقبيلة ثامود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.